السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتنا جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وفيديو حلو قوي، ان شاء الله تستفادوا منه. بس لأول مرة بتشوفيني، انا اختك رانيا ودي قناتي. يا ريت تشترك وتحطي لي لايك حلو منك كده، متنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه حط لي تعليق حلو زيك. بص بقى يا ست الكل، كنت قاعده كده لا بيا ولا عليا، قلت يا بنت قومي ايه اعمل لك فطيرتين كده تعشي بيهم، عشان انا ساعات كده بتهب في دماغي ان انا مش عايزه ايه يعني اكل حاجه من البيت، يعني عايزه حاجه ما تكونش في البيت. فبدل ان انا اروح اشتري فطيره قد كده يا اختي ب20 جنيه ما بتكفينيش، طبعا بقى هشتري كل واحد واحده. فالمهم ايه، قلت يا بنت قومي شوفي عندك دقيق ولا لا. لقيت عندي حوالي نص كيلو من الدقيق، الحمد لله. يعني هو مكانش دقيق كويس قوي، كنت جايبه لي السمك كان رخيص، بس قلت ايه نجرب فيه الحمد لله. يعني كان شغال. بس انا عايزه بس اقول لكم ان انتوا لازم تبقوا واثقين من نوع الدقيق جدا، علشان لو الدقيق وحش الفطير هيبوظ. تمام، لان آه، في ساعات كتير قوي الدقيق وهقول لكم وانا شغاله دلوقتي ان شاء الله اللي ممكن يبوظ الفطير من ناحيه الدقيق يعني. تمام. المهم يا حبيبه قلبي، جبت نص كيلو دقيق، حطيت عليهم رشه ملح ومعلقتين سكر. وبعدين عجنتهم بميه بقى. بص انا ما بحطش ميه يعني بالمعيار، انا بحط كده لحد ما ايه، ما العجينه تلم معايا. اعجنيها كويس قوي قوي، ولو انت بتتعبي من العجين زي حالتي كده اعجني شويه وسيبيها شويه، اعجني شويه وسيبيها شويه. وبعدين هتلاقيها بقى ايه طرت في ايدك ونعمت كده، كانك بتعجنيها مره واحده، ولا كانك سبتها ولا اي حاجه. انت لما بتسيبيها ترتاح شويه وترجعي تعجنيها تاني، ده بيبقى افضل ليها كمان. تمام. المهم بعد ما عجنتها حطيتها في طبق كده وغطيتها، سبتها ترتاح. هي مش هتخمر، هي هترتاح. بس لازم الفطير كل ما تريحيه هيريحك في الفرن والله. المهم كده يا حبيبه اختي، بعد ما سبتها ايه ترتاح، بصوا بقى انا بوريكم ان هي بتطلع فقاقيع كده الفقاقيع دي لما بتشوفيها بقى وانت بتخبزيها كده او انت بتفرديها، اعرفي ان العجينه بتاعتك كده ملبن زي السكر وزي العسل، وهيطلع فطير ما شاء الله. المهم كده انا جبت العجينه كلها اللي هي نص كيلو طبعا، ما قطعتهاش ولا اي حاجه. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بها الفطير، حتى لو انت عمرك في حياتك ما عملتيه. طبعا هنزل لك ان شاء الله يا قلب اختك كده كذا طريقه، لان انا بفضل الله عملت كذا طريقه. تمام. بس ما تفتكرش ان انا شيف ولا حاجه، والله العظيم انا ما كنت بعرف اعمل اي حاجه والله اتعلمت. بصي، نفسك في حاجه ما تخافيش، قولي هجرب. ولو فشلتي مش مشكله، تعملي ازاي؟ انا كنت بقعد اعيط والله العظيم، لو حاجه فشلت مني بقعد اعيط، واقول يا خساره مجهودي، يا خساره الحاجه اللي انا هرميها ومش عارف ايه. بس بعد كده اكتشفت ان الفشل ده بيعلمني. اه والله اتعلمي تشوفي ايه السبب اللي خلى مثلا الوصفه معاكي تفشل، وتاني مره مش هتعمليها، هتتفاديها، هتلاقي نفسك بقى بقيتي احلى شيف. تمام. المهم بعد ما فردتها كلها كده، جبت السمنه بتاعتي بقى، ولا سيحتها ولا اي حاجه، من البرطمان كده يا اختي. اه والله. وسمنه ايه، ارخص سمنه والله. لو عندك بقى زبده، حته سمنه بلدي، عايزه تدلعي نفسك، تمام تمام. بس انا ما بوقفش نفسي، عندي اي حاجه بشتغل بيها. بس طبعا بتفردي على زيت مش على سمنه، تدهني السمنه جوه بس، تفردي على زيت، تفردي على دقيق، تمام اللي انت عايزاه، بس انا فردة على دقيق. تمام، متفقين. المهم بعد ما دهنتها كده لفيتها رول زي ما انت شايفه كده، وبحاول بقى اقفل الجناب واخليها كلها زي بعضها كده. وانا بقفل بشد، بقفل وبشد. ليه؟ عشان ما تبقاش مهويه من جوه، لازم تشد، عشان كل اللفه دي، كل لفه هتبقى توريقه. اه والله، شفت بقى المعجزه او النعمه. المهم يا اختي، بعد ما عملتها رول كده زي ما انت شفتي، وقفلت الطروف حلو قوي عشان ما تفتحش منك، وقفلت برضو. شوفي شوفي دي لازم خليكي معايا بقى صح. بصي يا ستي، قمت جايباها كده من النص، وقمت رايحه مقطعاها. عشان ايه بقى بقطعها من النص الاول؟ عشان اضمن انها تبقى قد بعضها. اه والله شفت النصعه. المهم قطعتها كلها بقى، عملت معايا ايه 6 فطيرات، نص كيلو 6 فطيرات. طبعا لو انت عايزاها كبيره براحتك، براحتك يا حبيبتي، دي حاجه ترجع لك. انا هعملها فطير صغير. ليه؟ عشان اللي ياخد واحده ياكلها ما يتبقاش منه حاجه. تمام. لان الكبيره انا بجيبها اقطع، انما الصغير دي انا عايزه ايه امسكها كده، احط عليها شويه جبنه شويه عسل، اكلها ما يتفضلش ايه، ما يتفضلش منها حاجه. المهم بعد ما حطيت كده شويه زيت في الصينيه، وحطيت الفطير اللي انا مقطعاه، سبتهم يرتاحوا برده حوالي نص ساعه. اه والله كنت بروح اتفرج على المسلسل وبعدين اجي اكمل. المهم قلب اختك
المرة دي بقى هفرد على زيت. انا كنت فاردة المرة اللي فاتت عشان بفردها كلها مرة واحدة، فردتها على دقيق، لكن المرة دي هفردها على زيت. تمام تمام. المهم بقى ايه، جبت واحدة واحدة كده ورحت فرداه بايدي، مش محتاجة ان انا اعملها بالنشابة ولا اي حاجة، طالما سبتها ترتاح هتتفرد معاكي في منتهى السهولة. ودهنت سمنة برضو، وقمت رايحة لمها على بعضها كده مطبقات زي الظرف، وبعد كده عملتها مدورة. لو انت ما يهمكيش الشكل وعايزة تعمليها مستطيلة او مربعة، مش مشكلة، انت ممكن تفرديها مرة واحدة كده وخلاص. اه والله. المهم بعد ما فردتها كده بقوم رايحة حاطة شوية سمنة برضو صغيرين، ما تكتريش عشان هو بعد كده هتلاقي السمنة دي كتير. تمام، انا مش بكتر خالص ولا بحط اي حاجة على السمنة، هي من البرطمان كده على طول يعني. والله كريم والله هتطلع زي العسل. المهم بقى البختك، مش عايزه اقولك بقى ايه، مش عايزه انسى اقولك على الدقيق. المهم الدقيق البختك، انا كنت بجيب دقيق اسمه الكوثر، ودي اسمه الاصيل، ارخص والله انواع وحياة ربنا. كان الكيلو ب20 جنيه، اه والله، وب18 جنيه كمان. المهم، وكان سايب وكان مغلف. المهم ايه، هو دقيق مش غالي بس في نفس الوقت دقيق كويس. لكن مره جبت دقيق سايب بصراحه، ما كنتش اعرف يعني، غيرت الراجل اللي انا بجيب منه، ما كنتش اعرف ده نوع ايه. لقيت لك يا قلب اختك، اول ما حطيت عملت الفطير، اجي افرد عامله زي الاستك، افرد تلم تاني، افرد تلم تاني، وبعدين يخرب بيتك عامله ايه، اربطك يعني في الترابيزه ولا ايه، مش راضيه. كل ما افردها تلم تاني. اه والله، كنت عايزه العيال يجي يشدوا معايا من كل ناحيه، واول ما نسيبها برضو هتلم. المهم قلت يمكن عايزه ترتاح، استنى ساعه مفيش، ساعتين مفيش، 3، المهم بيتها او حياة ربنا. جيت اعملها الصبح والله ما فردت يا اختي، وباظت واترمت عليه العوض. جبت مرة تانية دقيق برضو مش معروف، لقيت لك بقى ايه، عامل زي ما تكوني كده عاملة بودرة مش دقيق، ما بيمسكش في بعضه. آه، احط ايدي على بس الاقيها بتتفرد لوحدها، حطيتها في الفرن. الفطيرة قعدت تتفرد 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 لحد بقت رغيف عيش، وبقت ناشفة وطعمها غريب، ملهاش علاقة ابدا ابدا بالفطير. المهم الحمد لله، احنا بنتعلم من تجاربنا، احنا ستات شاطرين، مش مشكلة. بوظ منك مرة 2 3 مش مشكلة، هتتعلمي. اه والله يا اخت، ما حدش بيتعلم ببلاش او حياة ربنا، حتى في الحياة لازم تاخدي على دماغك عشان تتعلمي اول مصحف. المهم نرجع بقى ايه لموضوعنا. عملتهم كلهم برضو، فردتهم لميتهم تاني، وحطيتهم كده، غطيتهم بالكيس وسبتهم يرتاحوا. رحت اشوف المسلسل بتاعي اللي انا سايباه شغال، وهموت ان انا مش هكمله. اه والله سبتها برضو لما المسلسل خلص كده، قعدت قدام لما اللي خلص، وبعدين جيت بقى ايه، اشوف حالي بقى، اشوف اعملها، مش هنفضل قاعدين طول اليوم قدام التلفزيون. المهم جبت الصاجة بتاع الفرن ده، ما انا ما عنديش صاج تاني، ما تفتكريش ان انا هقف، لا لا والله ما في حاجه بتوقفني. ساعات بعملها على الطاسه على عين البوتاجاز من فوق كده، بس انا النهارده قلت احطهم مره واحده، بدل ما اقعد واقفه في المطبخ في الحر ده، اعمل واحده بواحده. يا بنتي يلا حطهم على الصاجه ودخلهم الفرن. في فرن البوتاجاز بعمل فيه كل حاجه، ده روحي روحي روحي، اه والله. بعمل منه في بعمل فيه قصدي بسكوت وقرص وكحك وبيتي فور، كل حاجه كل حاجه تتخيليها بعملها في فرن البوتاجاز. اه والله وتطلع زي الفل. المهم كده عملتهم في الصاجه كده الستة، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وحطيتهم برده، سبتهم 10 دقايق يرتاحوا على ما الفرن سخن ودخلتهم. وتعالي بقى بصي، بصي الجمال، بسم الله ما شاء الله، واو. اه والله، ما هذا الجمال، ما شاء الله، ما شاء الله عليا او وحياة ربنا. بصي لو انت اول مرة تعملي الفطير هينجح معاكي وحياة ربنا، دي اسهل طريقة من غير ما تقعدي تفردي وتشدي وتطبقي. اه والله. وهنزلك برضه طرق تانية كتير، بس قومي اعملي بقى، لو عندك حتى كوبايتين دي قومي اعملي فطيرتين كده، اتعشي بيهم اتغدي بيهم زي ما انت حل بيهم. اه والله ما بتفرقش. وكلي بقى وادعيلي، بس بالله عليكي لو انت عملت الوصفه دي ونجحت معاكي، لازم تدعيلي دعوه حلوه كده، وتيجي تقولي لي في التعليقات كده ايه، انها نجحت معاك. فشلت اوعي اوعي تدعي عليا، والله العظيم ما هتفشل ان شاء الله. بس انت هاتي دقيق نوع كويس، وعجنها بضمير، ومش على الخطوات اللي انا ايه عملتها كده اهو قدامك اهو على عينك يا تاجر، لا خبيت ولا حطيت في البرنيطه وطلع لكم مثلا حاجه تانية. تمام، هو كله قدامكم خطوه بخطوه. قومي بقى توكلي على الله كده واعملي، واوعي تنسي تحط اللايك، بالله عليك يا شيخه حط اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش والله يبقى عيب عليك. يعني انا قاعده بعمل المجهود ده كله وانت ما اشتركتيش، يلا بقى انزلي اعملي تعليق حلو. باي يا قمر.